السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات الصعيدية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة فيديو روتين كده. هيبقى فطار وغدا. هنوضب مع بعض توضيب بسيط كده لأوضة الأنتريه، وهنعمل حاجات كده مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وفعل الجرس وتدوس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لك. بالله عليكم يا ريت لايك عشان الفيديو بتاعي ارتفع وكده ويتشاف. فبصوا، انا اول حاجه هبداها معاكم بالفطار. الفطار اللي هو الفطار المتين الصعيدي. انا اصلا ما بفطرش الفطار ده يعني يوميا، بس جوزي في اليوم ده كان يعني هيروح متاخر الشغل، فكنا هنفطر فطار حلو كده. جاب لنا فول وطعمين من بره، وانا سخنت العيش وعملت شاي. كان عندي جبنه اللي هي الجبنه القديمه، وحطينا. وبعد ما يعني صورت وحطيت برضو جبنه بيضه. فقلنا نفطر فطار كده ونشرب شاي ونشوف هنعمل ايه. تمام كده، تمام. بصوا، على طول يعني ما فيش في اليوم ده كانت يعني امي هتتغدى عندي وتقعد معايا اليوم وكده. فانا قلت عايزه اخلص غدا قبل ما تيجي، بحيث ان اول ما تيجي اقعد معاها ما بقاش بعمل الاكل وهي قاعده لوحدها. فكنت بعمل كنت هعمل الفاصوليا البيضاء. انا حطيتها على النار تتسلق، لاني انا اصلا ما كنتش يعني حطاها في دماغي من بالليل ان انا اعملها. فقلت لا، طب انا ما نقعتهاش من بالليل، فقلت لا انا هغليها كده، خليها طيب شويه. وقلت هعمل الصلصه برضو يكون الفراخ استوى، احطه في الدمعه، وبعدين اطلع الفراخ واحط الفاصوليا. تمام. فانا كنت بحمر البصله هنا عشان اعمل الفاصوليا، وعملت ملوخيه ورز. طبعا كلنا نعرف نطبخ الحاجات دي وسهله. فبصوا، خلصت طبيخ وجهزت وحمرت الفراخ وسخنت العيش البلدي بتاع امي، يعني ربنا يديها الصحه يا رب. وبصوا، حطيت الاكل وعملت السلطه خضراء وكده. والملوخيه دي ملوخيه اللي هي الناشفه، اللي هي الملوخيه الناشفه، اللي مش الخضراء، لا الناشفه. هي خضراء بس منشفينها. فعملتها كده وقلت اجهز معاكم الغدا. طبعا انا ما جبتش معاكم الرز والكلام ده، لان كلنا بنعرف نعمل رز وملوخيه وكده. بعد ما اتغدينا، عايزه اقول لكم جبت الكوبايات دي بتاع البنات وانا وجوزي يعني وامي. وحطينا قلنا لا نجيب سفن، لاني انا والدتي مش بتشرب يعني البيبسي والكلام ده. فجبنا سفن، قلنا كلنا نشرب بعد الاكله دي لازم نشرب سفن. فشربت شربنا سفن. بصوا، عايزه اقول لكم المطبخ كان متبهدل بطريقه. يعني انا الصبح بعد ما فطرت، غسلت الكوبايات والكلام ده بتاعت الفطار، بس كان عندي طبعا غرفت الاكل وسبت البوتاجاز كده وبصوا، وسبت الحوض وكل حاجه، وبقيت قاعده مع امي لحد يعني ما خدت قعدتها. وبعدين راحت قالت لي لا انا كفايه كده، اروح عشان ارتاح في البيت والكلام ده. فانا بعد ما مشت قلت عايزه اعمل عايزه اعمل كده، اغسل مواعين، وعايزه اعمل تنظيفه كويسه لاوضه الانتريه. عايز اشيل الستاره، بصراحه الشريط بتاعها باظ. فانا قلت اوديها للخياطه تشوف لي فيها فكره، يعني ان انا اغير الشريط بتاع الستاره. وغسلت كل الادراج الديب ليزر ونظفته، بحيث ان انا ان شاء الله لما اجيب صلصه ومانجا والكلام ده اخزن. وكده يبقى الموضوع عندي سهل. ما يبقاش يعني ما يبقاش اللي هو يعني ان انا مثلا اجي اعمل واروح مطلع الدرج اغسل. لا، انا غسلاه ووضبته ومسحته من بره وجوه. بصوا، يعني عايزه اقول لكم سبحته سبيحه، يعني لو اخد دش معتبر. بصوا، هنا خلصت المطبخ ولميت البوتاجاز وغسلته، ولميت بقيه الطبيخ، يعني اللي فضل غرفته كده في علب بعد ما برد، وحطيته في التلاجة. وعايزه اقول لكم مسحت الارض، يعني عايزه اقول لكم دعكتها كده الارض، بس ما جبتش معاكم غير وانا بلمعها، والحوض بيجي زي الفل. يعني عايزه اقول لكم راحه نفسيه لما المطبخ بيتشطب. المطبخ بسيط والحمد لله حاجه كده على كدنا، بس الحمد لله ببقى مبسوطه وانا بعمل فيه الاكل وبنضفه وببقى فرحانه. كل واحد يعني بيحب مطبخ وبيحب بيته وبيحب عيشته. انا الحمد لله
عجباني عيشتي وعجبني مطبخي. وان شاء الله ربنا يسهل لنا كده ان احنا برضو يعني المطبخ بتاعي بصراحة الخشب اتكسر خالص، نوضبه، نظبط رخامة كده للحوض، ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم الجميع يا رب. بصوا دخلت على طول على اوضه الانتريه، عايزه افك الستاره اغسلها، وعايزه انضف الانتريه، وعايزه بصوا انا هنا قلت له يعني كنت عايزه افصل الدف ليزر يرتاح، بحيث ان انا اقدر بعد ما يعني يكون هدى كده فك منه التلج، عايزه اغسله بره وجوه. والله خليته زي الفل، يعني نظفته تنظيفه حلوه. وعايزه برضو اشيل الستاره واغسلها، مليانه تراب بطريقه فظيعه لان الاوضه دي على الشارع. بصوا التراب يمكن شايفينه اهو في الكاميرا. عايزه اقول لكم ان الاوضه دي على الشارع، التراب يعني بيبقى كتير جو فيها، اكتر اوضه دي يعني. فانا هنا شلت الستاره ونقعتها في البانيو، وبعد كده رحت عصرتها ونشرتها. وبصوا عايزه اقول لكم كبيت ميه برضو على الشيش عشان في تراب من الستاره، قلت اغسله غسله كويسه كده. بصوا غسلته بينشف بسرعه من الحر. وقلت هنا امسح تحت الفليزر والانتريه. بصوا خليت الاوضه زي الفل، والله العظيم نظفتها تنظيفه حلوه. نظفت تحت الانتريه، شلته الكراسي ونظفت وكده. قلت اتصرف في الستاره وابقى نركبها مع بعض ونعمل تنظيفه برضو حلوه للاوضه تاني، لمع الحيطان والكلام ده قبل ايه باذن الله دخول المدارس. برضو ان شاء الله انا يعني هنا بص بوريكم التراب يعني اللي تحت، انا نظفت الجزء ده كده وتحت الفريزر وكده يعني نقلته، وفاضل الحته اللي هي عند الباب. بصوا التراب، تراب كتير 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 يعني، مع اني بمسح واكنس كل يوم، بس التراب انه على الشارع. فانا بصوا لبس المدارس انا عندي كوتشات وشنط، بس ان شاء الله هجيب يعني البنت انها رايحه سنه اولى، فكان لبس الحضانه اليونيفورم لون، والابتدائي لون تاني البيج بالبني. فان شاء الله هطلع اجيب لهم اللبس يعني، واجيب لهم توك، واجيب لهم اللانش بوكس والجزازه والشرابات والكلام ده، وان شاء الله نصور مع بعض كده واحنا بنشتري ونصور فيديو. بصوا كده عايزه اقول لكم خلصت الاوضه. يا ريت يا جماعه ما تنسونيش بلايك بالله عليكم عشان الفيديو عندي يرتفع والناس كلها تشوفه، وقناتنا وعيلتنا كلها تكبر ان شاء الله بيكم. بس كده انا خلصتها وبقت الاوضه زي الفل. ان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات جديده اقوى واقوى، نعمل التنظيفات كده قبل ايه دخول المدارس.